السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ما تيجي نخرج من العبور ونطلع على الدائري الجوله كده يعني. هنخرج من العبور، مدينه العبور، ونروح على الدائري، بس هنمشي بقى اي اتجاه. يعني انا دايما لما بخرج من العبور ابقى رايح 6 اكتوبر، بمشي على طول اللي هو الطريق الدائري اللي هو بيودي على المعادي والمنيب والحتت دي. النهارده بقى هنجرب العكس، يعني في وصله كده هنطلعها اخرها في طريق بيودي على المعادي، وفي طريق بيودي طبعا المعادي ده اخره بيودي على طريق الواحات وطريق المنيب، يعني بيودي على طريق الواحات وبيودي على اكتوبر على المنطقه الصناعيه من بره. انما التاني بقى اللي هو طريق مدينه السلام او السلام والمرج والخصوص وشبرا والوراق. هنعدي بقى على الحتت دي لحد ما بننزل النزله بتاعت محور 26 يوليو، بيطلعنا بقى على ايه، على 6 اكتوبر نفسها، يعني المدينه نفسها. بيعدي على الشيخ زايد وبيعدي على الحصري، المناطق دي بقى الميادين يعني اللي معروفه في 6 اكتوبر. فانا النهارده طالع من العبور رايح 6 اكتوبر، والجوله دي هتبقى طويله جدا. الجوله دي هتبقى طويله جدا، فانا ممكن اقسمها لو لقيتها طولت مني قوي، ممكن اقسمها على كذا جوله. ادينا طالعين مع بعض، هنشوف احنا رايحين فين. احنا لسه في العبور عند كارفور على ايدي الشمال، يعني المخرج بتاع العبور كارفور على ايدي الشمال. وادينا طالعين مع بعض لما نشوف هنمشي اي اتجاه. المهم ان احنا رايحين مدينة 6 اكتوبر من العبور، يعني جايبينها من الشرق للغرب. طبعا انا لو عندي وقت كنت عملت لكم حركة جامدة جدا، كنت ممكن اروح 6 اكتوبر من قلب البلد. يعني ايه بقى امشي ازاي؟ يعني لا هطلع دائري ولا اي حاجة، همشي كده من تحت على طول، اعدي من عند النزهة صلاح سالم، همشي بقى من تحت كده من عند غمرة ورمسيس عارفين اللي هو ايه، هفضل ماشي كده من تحت لحد ما اروح المهندسين والحتت دي، انا اطلع على المحور بس كده ابقى مشيت في البلد. فانا ممكن اعمل الحركة دي بس في يوم تاني غير النهارده، لان النهارده الموضوع ايه، مستعجل شوية، عندي شغل مستعجل. فاحنا النهارده هنقضيها دائري، بس انهي بقى دائري اللي بيبقى زحمه وفي ناس تشوفوها ويبقى مسلي؟ اعتقد الدائري اللي هو بيودي على الوراق، خصوص شبرا والحتت، هو الدائري ده اللي بيبقى زحمه اكتر. ماشي، فاحنا نطلع الوصله بس الاول. المحور ده اللي بيقولوا عليه مش عارف اسمه، محور الشاذلي، محور حاجه، هو محور وخلاص. هنطلعه يعني، لو خلينا في اليمين، لو دخلنا يمين خالص هنروح النزهه، فاحنا بنروح بقى في الشمال خالص عشان نطلع الدائري. يعني اليمين قوي ده برضه، اليمين اللي في النص ده برضه هيودينا النزهه، خلينا بقى في الشمال خالص كده. هو ده او ده المحور او دي الوصله اللي هتودينا على الدائري على طول. في دقيقتين هتلاقي نفسك على الدائري من هنا. وده المفروض طريق مصر اسماعيليه الصحراء، ده طريق مصر اسماعيليه الصحراء. هتلاقي الوصله دي او المحور ده هيودينا على الدائري، هيودينا اخره الدائري الاتجاهيه. عايز تروح المعادي هتكمل على طول، تنزل النفق كده وتلف. عايز تروح شبرا مثلا او الطريق مصر اسكندريه الزراعي، هتخليك في اليمين، مش هتنزل النفق، مش هتنزل النفق. خلينا مكملين مع بعض يا جماعه لما نشوف الطريق هيوديها على فين. المهم الخروجه النهارده ان شاء الله جديده، الخروجه دي فانتوا بقى ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب والحاجات الحلوه. ما اشتركش يا جماعه لحد دلوقتي، ما بيهزر.
بتهزروا بقى. انا عمال الف بقى، مخليتش حته الا لما لفتها في القاهره وفي الجيزه. انتوا عايزين نلف اكتر ونروح حتت اكتر، اشتراكاتك بقى يا معلم. ولا ايه يا جدعان؟ احنا تعبنا. انا لما بلاقي الفيديو بيجيب 200 300 مشاهده بكسل بصراحه. يعني المفروض اقل فيديو يجيب 1000 مشاهده، اقل حاجه يعني. مش عشان فيديوهاتي هي اجمل حاجه، بس عشان الواحد يتشجع يعمل حاجه تانية. لما الاقي مثلا 50 لايك ولا 20 لايك حتى، والاقي مثلا 10 15 تعليق، الاقي 1000 مشاهده، عارف انت اللي هو ايه؟ لا في شغال، خش على اللي بعده. انما الفيديو جايب 200 300 مشاهده ومفيش ولا تعليق، والاقي 3 4 لايك، حرام. هما طبعا اللي عملوا كده على راسي، اللي عملوا لايك على راسي، بس وانا عارفهم مين اللي بيعملوا. يعني انا عارف مين الثلاثه الاربعه اللي بيعملوا لايك، مش عارفهم شخصيا يعني، عارفهم مين في المتابعين، ممكن اعدهم. اولهم طبعا وعلى راسهم الاستاذ يعقوب السعودي. يا جدعان يا جدعان، تظبطوا الكلام، تظبطوا الكلام. احنا خلاص كده الوصله، بصوا خلصت في ثواني. يعني هي كده مجرد حته صغننه كده. الوصله دي قديمه على فكره، من زمان مش جديده. بصوا بقى كده، يقول لك ايه، عايز تخش بقى ايه طريق مصر اسكندريه الزراعي، خليك فيه. خلينا في اليمين يا جماعه، خلينا في اليمين. الطريق ده هيبقى بالنسبه لي برضو ايه، ما عملتش فيه جولات اعتقد قبل كده، او لو عملت يبقى عملت من زمان. النهارده ايه؟ النهارده 12. خلينا في اليمين، اسكندريه الزراعي، مدينه السلام. لو نزلنا نفق نروح المعادي، لا مش هننزل نفق، خلينا كده. لو تقولي لو عملت جولة هنا تبقى من النهارده يوم 12/5/2024. خلينا كده من فوق لحد ما نشوف الله على خير. احنا على الدائرة اهو، يوم 12/5/2024. نشوف الطريق هيودينا على فين. زمان ما عملتش بنزين، دي اول مره اشوفها. طريق اول مره اشوفها، واضح ان انا من زمان ما مشيتش هنا. كل اللي انا فاكره ان في نفق هيقابلني اعتقد قدام كده، ما اعرفش ده حقيقه بقى ولا خيال. نفق كده اللي هو المفروض هيبقى عند موقف العاشر، النفق ده. دخلنا يمين كده هنخش محور جوزيف تيتو ومدينة السلام. طبعا احنا رايحين على الدائري، هنا زي ما احنا الشمال كده على طول على الدائري. طبعا المنطقة دي يا جماعة احنا كده قريبين من مطار القاهرة، وقريبين من مدينة السلام، وقريبين من المنطقة اللي هي اسمها النزهة الجديدة، وقريبين من جسر السويس، وقريبين من طريق الإسماعيلية الصحراوي، موقف العاشر، الحتت دي كلها، عين شمس. الحتة دي بتنزلك، يعني في نزلات وطلعات كده بتوديك الحتت دي كلها. وأعتقد كان في نفق هنا ولا هنا. عملوا كوبري هنا، كان في اعتقد نفق هنا، معرفش بقى راح فين. فين النفق؟ مش عارف. خلينا مكملين. فين كده يا جماعة؟ فين؟ مكتوب هنا طريق بلبيس وجسر السويس،
زي ما بقول لكم احنا قريبين منه. طبعا على طول شبرا بنها الحر بقى ايه ده؟ ايه البنزينة الجامدة دي؟ لا في خدمات حلوة في ايوه. بص اقول لك بقى مدينة العبور ومدينة الشروق. لا كويس ان انا جيت من هنا. انا والله يعني المنظر ده ما شفتوش قبل كده. الطريق وتحديث الطريق والحاجات اللي حصلت دي ما شفتهاش قبل كده بصراحة. كويس ان انا جيت من هنا. دي حاجة جديدة ليا وللي ما شافش او ما مشيش من هنا. لا حلو اللي احنا كده ادينا مكملين مع بعض. بصوا هي الجولة لو طولت احنا ممكن نيجي عند طريق اسكندرية الصحراوي مثلا، قصدي الزراعي، ونفصل. لو لقينا الجولة لسه يعني والدنيا ماشية والطريق سالك ممكن نكمل لحد محور 26 يوم. احنا كده جبناها من العبور ل 26 يوم بس. ادينا مكملين مع بعض. كده كده رايحين اكتوبر يعني عادي هنعمل جولات تاني لما نشوف. وعادي لو حسيت ان الدنيا حلوه عادي ممكن يبقى جبناها من العبور لاكتوبر. جبناها كده من العبور لاكتوبر نكمل مع بعض. النزله اللي جايه دي مدينه السلام. عايز الف ويرجع عايز مدينه السلام هنا كده. مدينه السلام. واحد كاتب على العربيه بتاعته ابو سمره السكره. ابو سمره السكره حلو. ماشي ماشي ابو سمره. مدينة السلام نازلة كمان لمدينة السلام. مكتوب بقى طريق بلبيس الصحراوي. مدينة السلام وبلبيس الصحراوي. الحاجات دي كلها والله يا جدعان من أول مرة أشوفها. مجيتش هنا من زمان أوي أوي. إيه ده؟ بس الدائري بقى حكاية بصراحة يعني. إيه الوسع ده؟ أنا طبعا من الأول عمال أقول لكم لو الطريق مش عارف إيه لو على اساس ان انا اصلا الطلعه دي كانت بتاخد معايا كتير نص ساعه ساعه. ما فيش يعني بص كده تعالوا بص عدينا كام دقيقه دلوقتي. احنا 13 دقيقه من العبور عدينا مدينه السلام اهو 13 دقيقه. لا وانا ماشي بهدوء يعني انا ما بجريش اصلا. من العبور مدينة جديدة معروفة. مدينة سكنية جديدة ورايحين 6 أكتوبر مدينة سكنية جديدة. عشان كده ايه احتمال كبير يعني أكمل لحد أكتوبر علشان تبقى من العبور لأكتوبر. والعبور يعتبر يعني منطقة العبور دي مثلا في القاهرة نفسها او في اخر القاهرة. العكس صحيح. اكتوبر في الجيزة او ممكن نقول في اخر الجيزة يعني من الشرق للغرب. احنا كده جبناها القاهرة الكبرى من اولها لاخرها. احنا نكمل يا جدعان. انا بشجع نفسي. انا بشجع نفسي وانتوا ما بتعملوش لايك ولا بتعملوا اي حاجة. بحب قوي ابراج الحمام اللي هناك ده. انا بحب كده وانا رايح طريق اسكندريه الصحراء واتفرج على ابراج الحمام. هنا على الدائري فيها ابراج حمام. اعملوا بقى لايك وشيروا سبسكرايب يا جماعه عشان ابقى غني بقى واجيب مزرعه زي ما قلت لكم بقى واعمل فيها ابراج حمام واعزمكم على الحمام. ولا انتوا ما بتحبوش الحمام؟ لا 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 لا.
تحشيه كده بقى فريك، ولا تحشيه رز كده عارف انت الرز اللي هو بيبقى لونه اصفر ده، بيبقى عليه كركم ده، تحشي كده الحمام رز كده كركم كده، وتروح ساجد كده بالكبد والقوانص بتاعت الحمام كده، وتظبط الدنيا كده. وبعد ما بتسلقه تروح دهنه كده صوص وحاجات كده، وتروح مدخله الفرن يا معلم. اقفش الحمامه بقى، الواحد ياكل له مثلا ايه، جوزين 3 كده، جوزين يعني حمامتين. بس بقى عشان انا ببلع ريق بجد، الحمام ده حاجه حلوه قوي، بالذات بقى لو تربيت ايدك، يعني مش ان انت رايح تشتريه ومش عارف ده واكل ايه، لا لا، لو تربيت ايدك بقى زي عندنا كده، تربيه كده، تاكله قمح، تاكله مثلا ميكس اللي هي بيقولوا عليها خلطه دي، حاجات بتبقى قدام عينك انت اللي جايبها، منضف له الدنيا، مظبط له الحاجات، فاهم؟ تستنى كده الحمامه ايه الصغيره كده ايه، لما ايه يعني تمسك نفسها، ولا هي كبرت ولا هي صغيره، يعني عارف انت اول ما تحس ان الحمامه كده ايه شدت حيلها كده وهتبتدي تقف على رجليها، تروح قافشها من قفاها، تروح مطير الراس، وكل يا معلم، وحش بقى وظبط، كلها بعضمها بقى، ما فيش عظم بقى، ده مش حمام بقى ايه انت واكله في مطعم بقى عجوز ولا ناشف ولا طعم، لا اسكت، اسالني انا على الحمام، انا بعشق الحمام. انا عشان كده بقول لكم اعملوا لايك علشان نكبر المشروع بتاعنا ده، بدل ما عندنا مثلا 40 ولا 50 جوز بيبيضوا ويجيبوا لنا انتاج، عايزين يبقى عندنا 200 300 جوز كده. انا ما ببيعش والله حمام، انا باكل، فانا هعزمكم يعني ما تقلقوش. يعني الحمام اللي بيطلع ده لحبايبي بس، ليا والحبايبي، مش شغال انا تاجر حمام يعني. وبعدين استاذ يعقوب قال لي عزمنا على حمام، الحمام موجود والله يا استاذ يعقوب، تعالى بس انت. بس احنا عايزين مساحات بقى، يعني انا مثلا دلوقتي بربي الحمام مثلا زي ما بيقولوا ايه كده ايه على السطوح كده. احنا مكملين مع بعض يا جماعه على الدائري لحد ما نشوف احنا رايحين على فين، لحد ما نشوف احنا رايحين على فين. وادينا مكملين يا جماعه على الدائري عند الخصوص، عندنا نزله الخصوص، وادي نزله مسترد، وادي نزله مسترد. فصلنا بس في جزء كده كان زحمه وكان في كمين وبتاع، فانا فصلت التصوير مش هصور بقى الكمين. ادينا مكملين مع بعض. وايه ده؟ ايه اللي على العربيه؟ ما هذا؟ ما هذا؟ مش فاهم. ده البتاع اللي بيعملوا بيه المراتب، ماشي كده بيروحوا مفرولينه ومقطعينه ودكينه كده وعاملينه وبيعملوا بيه مراتب اللي هي الايه؟ المراتب المضروبه. ويقول لك المرتبه 50 سنه ده موجود، يقول لك دي فيها سفين بس هو مش سفين، ده ما بشوفوش يا جدعان. الدايري بقى حكايه يا جدعان والله، الدايري بقى حكايه. حكايه حكايه حكايه. يعني ايه حكايه؟ يعني حاجه حلوه، يعني حاجه جميله، يعني في وسع، في مراح، في بهتيم اللي جايه، نزله بهتيم، نزله بهتيم كده، نزله بهتيم على طول، اسكندريه وبسوس، بسوس بسوس.
هنا كده بهتي. على طول مكملين على طول يا جماعة على الدائري اتجاه مدينة 6 أكتوبر، خارجين من مدينة العبور رايحين مدينة 6 أكتوبر. إنها جولة صاحبة الصاحب. ها هو الدائري عليه رادارات كتير، السرعة عليه 90 أعتقد، يعني لو اتصورت هتدفع 400 جنيه. الدواء فيه سموكات، لا تشرب الدواء يا أحمد. يا إيه؟ أحمد إسماعيل باين ولا مش عارف اسمه؟ أحمد إسماعيل. السلام. كده احنا مكملين على الدائري يا جماعة، وواضح ان الحتة اللي جاية دي اللي هي بتاعت بنها الحر، صح؟ لما نقرب كده هنكتشف ده بنها الحر ولا مش بنها الحر. والله النبي ده طريق بنها الحر يا شباب، بنها شبرا الحر. دخلنا يمين كده نروح بنها في تلت ساعة، بس أنا مشيت الطريق. شبرا بنها الحر ده تلت ساعة تبقى ببنها، حاجة كده اختراع. السرعة عليه 120 في أي حارة يشد يا معلم، بس تدفع 15 جنيه، بس ايه بيوفر لك كتير يعني. طريق حلو بصراحة. طريق الزراعة كنا بنقعد ساعة، ما بتدفعش حاجة، بس مطالبات بقى وبتاع، هتدفع كده كده في البنزين، هدفع هنا وهو بيحصل. كده احنا عدينا من تحت طريق بنها الحر على الدائري ورايحين 6 أكتوبر يا جماعة. يعني الموضوع بقى كبير. الموضوع كده احنا عدينا الحتة بتاعت نزلة الوراق، مكملين مع بعض يا جماعة، رايحين محور 26. طبعا المحور ده قدامي ده الكوبري ده اسمه طريق محور الضبعة. لو طلعناه برضو هيودينا 6 أكتوبر، هيودينا 6 أكتوبر. بس احنا طبعا نكمل بقى كده من تحت نروح المحور. النزلة اللي جاية دي اسمها نزلة رود الفرج. رود الفرج. جينا مكملين يا جماعة على الدائري، جايين من العبور رايحين مدينة 6 أكتوبر. من العبور إلى مدينة 6 أكتوبر يا جماعة. مصر جميلة من على الدائري بصراحة، عدينا على مصر كلها. الدائري ده جابها من أول القاهرة لآخر الجيزة. أول القاهرة لآخر الجيزة. بس الدائري ده يعني أو الطريق ده بيبقى حي شوية عن الاتجاه بتاع المنيب. المنيب ما بتلاقيش حد خالص، تحس إن هي كلها بتاعت المنطقة بتاعت المعادي دي، تحس إن هي كلها إيه صحراء، ما فيهاش حد خالص زي هنا يعني. بس لما بتخش بقى على المعادي وكده بتلاقي ناس، إنما طول الطريق فاضي. لها مناطق عسكرية بقى وكده.
هنا مناطق سكنية، تلاقي ناس كتير في كل حتة، فيها بقى مناطق ايه زي سلالم كده بتنزل المنطقة دي، سلم مش عارف ايه وسلم ايه وسلم، كراسات بقى بتركب. كل ما تلاقي زحمة يبقى الزحمة دي عندها سلم بينزل المنطقة دي. أحمد عرابي، شارع أحمد عرابي كده ماشي. مش أحمد عرابي ده في المهندسين ولا ده أحمد عرابي تاني؟ أحمد عرابي في المهندسين بس معرفش يجوز ده. خلينا مكملين يا جماعة مع بعض على الدائري رايحين نحو 26 طريق من العبور إلى طريق. في نزلة هنا معرفش مش مكتوب عليها حاجة لسه. لما نشوف رايحين على فين، آخرتها ايه. خلاص كده قربنا على النهر، لسه في توسعات هنا وفي شغل هنا، لسه هنا الشغل شغال. بس ايه الكوبري اللي جاي ده بقى؟ الكوبري اللي شبه كوبري امبارح، من حتة في شبه كوبري امبارح مكتوب مدينة 6 أكتوبر يمين. ازاي بقى؟ واحد كيلو لسه مش هنا. أنا معرفش الكوبري ده يا جماعة بيودي على فين، والله ما أعرف، والله ما أعرف، بس واضح إن هو لسه بيتعمل، لسه تحت الإنشاء، لسه مفيش حاجة مشيت عليه. هو محور 26 يوليو اليمين الجاي. يا سلام عليك، والله شغل عالي يا جماعه. النهارده عملنا شغل عالي، احنا جبنا الدائري من اوله لاخره. لو مشينا كده شويه هنروح عند المتحف المصري، عايزين نخش بقى نصور المتحف المصري. شجعونا يا جماعه بقى ولايك وشير وسبسكرايب كده عشان نروح المتاحف ونعمل شغل حلو بقى. يعني انا مش مرتاح للشغل ده، بس انتوا شجعونا، قولوا لنا اعملوا اي حاجه يعني. وادي نزلة محور 26 يوليو الى مدينة 6 اكتوبر. كده احنا رايحين مدينة 6 اكتوبر يا جماعة، كده احنا رايحين مدينة 6 اكتوبر يا جماعة. ننزل على المحور يا جماعة، ها هو المحور. دي نزلة محور 26 على الدائري. وادي المحور يا جماعة. طبعا لو صورنا المحور الجولة هتبقى يومين، فكده حلو قوي. وهحط لكم بقى من هنا لحد اكتوبر في علامة الأرض. سلام يا حبايبي.